ازيكم يا حلوين؟ النهارده بقى مش هنتكلم على وصفة ولا اكل ولا اي حاجة خالص. النهارده هقول لكم على اكتر حاجة بقالي يومين كده بتفرج ولقيت كده استفزاز في الفيديوهات. ايه اللي الناس بتقوله ده؟ ايه الفواتير المنيو او الاكلات اللي بتبقى بالاسعار دي؟ بقى احنا بنتكلم على الاسعار والغلو والناس كلها حياتها بقت صعبة بسبب الغلو اللي بقى في مصر، ونيجي نلاقي الفواتير اللي انتوا شايفينها دي فاتورة ب21,000. ليه ان شاء الله؟ دي فاتورة مطعم دي ولا فاتورة فرح؟ مش فاهمة بصراحة. الشيف براك، طبعا كلنا عارفين الشيف براك يا بنات، اسعاره فتحت في مصر وفتح في مصر في التجمع الخامس في شارع التسعين، وعايزة اقول لكم اسعاره بجد ايه الاسعار دي؟ ايه الاسعار المبالغ فيها؟ و14,000 كمان فاتورة؟ ايه يا جماعة؟ في ايه الفواتير اللي بجد بتصدم لما بشوفها؟ بحس الناس بتدفع الفلوس دي عادي جدا. طيب راعي ان كمان ان في ناس بجد ظروفها صعبة جدا. يعني ايه طاجن لحمة ب1,500 وطاجن كباب ب1000 جنيه؟ ايه الحاجات اللي بسمعها دي بجد؟ اسعار فظيعة جدا وخرافية جدا مهما كان الاكل حلو وهناك الجو حلو بجد بجد. زي ما بيقولوا، ما روحتش طبعا. بيقولوا المكان حلو وراقي جدا زي ما انتم شايفين، بس مش الاسعار دي. ولو الاسعار دي ما يعني بلاش الفيديوهات اللي نازله ترف علينا كده واحنا قاعدين حاطين ايدينا على خدنا. 14,000 جنيه أكلة ليه؟ 21,000 جنيه مهما كان المكان. المكان راقي وجميل وتحفة. طبعا الشيف براك غني عن التعريف، بس مش هروح ادفع المبلغ ده. في ناس يا جماعة مش لاقية حرفيا. ارحموا الناس وبلاش الاوفر اللي انتوا فيه ده. انا حاسة ان الناس كلها راحت المطعم الشيف براك. فيه ايه؟ بجد مستفزة جدا من الاسعار ومستفزة من الفيديو. بلاش اللي انتوا بتعملوه ده، لان بجد احنا كفي مصر الحالة الاقتصادية والاسعار عندنا نار. فما اروحش اشوف مش عارفة اجيب ايه في السوق، وبعد كده الاقي في واحد جايب لي فاتورة زي ما انتم شايفين كده الاسعار. بيقولك انا اكلت ب14 15,000 جنيه. ايه يعني اكلت ب15,000؟ وحد تاني فاتورة ب20,000 جنيه. المكان فظيع وتحفة بس مش للدرجة دي. بجد استفزت.